هل محمد صلاح يستحق فعلا الكرة الذهبية المرة دي؟ تخيل كده معايا ان المحترف المصري لاعب ليفربول محمد صلاح متفوق على ديمبلي وكمان لعيبه كتيره جدا منهم كيليان امبابي، وكمان وارد جدا ان هو ينافس على الكره الذهبيه الموسم ده. وتعالى اقول لك بالارقام نسبه مساهماته: 29 هدف و14 اسيست بس في الدوري الانجليزي فقط، لكن 47 مساهمه تهديفيه في موسم واحد. رقم قياسي طبعا وصعب، ولكن الاصعب ان محمد صلاح عمل كل ده في 38 مباراه فقط. عايز تقارن هاري كين مثلا 34 مساهمه، كيليان امبابي مع ريال مدريد 34 زيه، ديمبلي مع باريس سان جيرمان 24 مساهمه، يعني محمد صلاح متفوق عليهم في المساهمه التهديفيه. لكن عايز اقول لك ان مش الارقام بس هي اللي تهم، ولكن التوقيت نفسه هو الاهم. في 15 هدف منهم سجلهم صلاح لليفربول لما كان متاخر او متعادل على الاقل، يعني بنتكلم اكتر من 50% من اهدافه جت في التوقيت الحاسم لفريقه ليفربول. غير كده كمان عمل 10 اسيست في نفس التوقيت الحاسم، مقابل مثلا 11 هدف و2 اسيست لعثمان ديمبلي. عايز اقول لك كمان بدنيا صلاح هو المتفوق، شارك في كل مباريات الدوري ولعب حوالي 3371 دقيقه. عثمان ديمبلي مثلا لعب 1630 دقيقه بس. لكن عثمان طبعا متفوق على صلاح لانه بطل دوري ابطال اوروبا وكمان وصيف كاس العالم للانديه، لكن فرق التاثير والمساهمات التهديفيه صلاح متفوق على كل لعيبه اوروبا. فانتوا بقى شايفين ان هو يستحق الكره الذهبيه ولا تفتكروا مين اللي هياخد الجائزه؟